كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الفتة المصرية بالطريقة الأصلية. هنجيب معلقتين سمنة كبار وننزل عليهم بمعلقة توم كبيرة، نقلبهم يا دوبك التوم ياخد تحميرة، وننزل عليهم بشوية من الخل، نقلب ونبدأ ننزل عليهم بعصير الطماطم، أهم حاجة تكون مصفينه كويس، وهنبهرها بمعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود، ونسيبها تتسبك براحتها لغاية لما نسلق اللحمة. يلا بينا نسلق اللحمة في مية مغلية، وهنبدأ ننزل باللحمة بتاعتنا. أنا جايب اللحمة بتاعتي موزة فعشان كده هتستوي بسرعة. يلا بينا نبدأ نبهرها. بصلايه متقطعه مكعبات، وشويه من ورق اللوري، ونص بلحه من جوز الطيب تكون مبشوره، وكام فص من السكه دولت اللي هيخلوا معانا التيست بتاع الشوربه في العلالي. هنبهرهم بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، نقلبهم تقلبتين وسيبها تغلي لغايه لما تستوي اللحمه معانا. كده فاضل معانا ايه؟ الرز. معلقتين سمنه كده بلدي كده يكونوا حلوين. اهم حاجه في الرز بتاع الفته لازم ننزل عليه بمعلقتين من الزيت عشان الرز يفلفل معانا. هننزل عليهم بالرز المغسول وعليه معلقه من الملح، يا دوبك نديله تقليبتين كده يتشوح معانا عشان يطلع مفلفل. نديله الميه المغليه ونغطي عليه لغايه لما يغلي. هنروح للصلصه بتاعتنا، هنحط عليها معلقتين من معجون الطماطم عشان يظبطوا معانا التيست واللون. الرز معانا غلي، هنغطي عليه ونوطي عليه ونحطه تحت الشياطه. ويلا بينا بقى نعمل عيش. هنشوحه كده في معلقه سمنه عشان العيش يطلع محمص وطعمه جامد. معلقه توم ونديله تقليبتين. عايزين تحطوه على البوتاجاز ماشي، عايزين تدخلوه الفرن براحتكم، مع شويه ملح مع شويه فلفل اسود. كده العيش في حته تانيه. اللحمه استوت مية مية. ممكن تاكلوها مسلوقة عادي مع شوية شوربة، بس أنا عموما بحبها متحمرة في معلقة سمنة، بتغير طعم اللحمة ومع الفتة بيبقى طعمها جامد جدا. نرجع نشوف الصلصة بتاعتنا. سبكت بقت مية مية، الرز شرب المية بتاعته بقى مية مية. بألف هنا وشفا، وعيد أضحى مبارك، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة اللي جاية نكون كلنا فوق جبل عرفات. سلام.